هناك استمرار للحكم المركزي، حكم الفرد، أوليغارشية، محيطة بالنظام، قيد التشكل. هذه السلطة التي ستتحول مع نظام إذا أتيحت لها فرصة عدم التعديل على سلوكها خلال الفترة الانتقالية. هي واحدة من أطول الفترات الانتقالية، معنونة ب5 سنوات. وهناك احتضان للمجتمع الدولي اللي يبدو لي يعتمد على الأوراق، بيانات مجلس الأمن في تعديل سلوك هذا النظام أو هذه السلطة. وهذه جزء من خرافات السياسة، أنه يمكن أن تغير سلوك سلطة تنحو باتجاه الديكتاتورية أو حكم ثيوقراطي أو حكم ديكتاتوري، سمي اللي بدك إياه، من خلال الأوراق ومن خلال قرارات مجلس الأمن أو قرارات الأمم المتحدة أو بيانات الجامعة العربية أو حتى بيان العقبة اللي دشن اهتمام الإقليمي والدولي بسوريا مطلع سقوط نظام بشار الأسد. بالتالي لا يمكن الحديث عن شيء جديد سوى أنه هناك إحلال، يعني خرج طاقم من الحكم دخل آخر مقابله. لا يوجد حالة يمكن أن نوصف فيها هذه السلطة. هل هي سلطة انقلابية؟ هل هي سلطة وصلت بوفق رواية المتغلب بالسيف؟ هل هي سلطة جاءت محمولة على أكتاف الشعب؟ نحن نعلم جميعا أن جبهة النصرة تقليديا كانت معزولة اجتماعيا وتحصلت على كل شيء، هي وهيئة تحرير الشام فيما بعد أن تغيرت اسمها، تحصلت على كل شيء بالقوى العارية، من خلال القمع ومن خلال الإغراء ومن خلال تقديم آه، يعني المغريات للمقربين، ومن خلال التحالفات بين الاتجاهات السلفية أو الاتجاهات الجهادية. وبالتالي الحالة في سوريا لا يمكن القبض عليها وتسميتها باسم معين. ليس لدينا شيء جديد في سوريا. كل ما جرت عليه السنة الماضية كان تكرار لسلوكيات بشار الأسد، سلوكيات من خلال تقريب العائلة إلى الحكم، وضع العائلة في الحكم، من خلال الاعتماد على مستشارين يثيرون ريبة الآخرين. إذا كان عند بشار الأسد لون الشبل غيرها من المستشارين، فعند الشرق أحمد موفق زيدان وآخرين.